لو عندك خناقة كل ليلة بسبب المذاكرة والواجبات وعلاقتك بولادك بتنهار وقت الدراسة، يبقى الفيديو ده علشانك. أمهات كتير بتشتكي إنهم بيحسوا كأن ولادهم بيجاملوهم لما بيذاكروا أو حتى ينزلوا يروحوا المدرسة، ودايما يسألوا هما بيعملوا فينا كده ليه؟ ليه مفيش حافز ولا رغبة في التعلم؟ المفاجأة بقى إن إحنا اللي بنعمل كده في ولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. أصل كل ما شلتي إنتي مسؤولية الواجب بدل ابنك، كل ما هو هيحس إن الواجب ده مش قصته من الأساس، وكل ما كبر الطفل ده وهو مش مهتم بالدراسة ولا المذاكرة ولا شايف إنها مسؤوليته أصلا. وهتسمعي الجمل اللي من نوعية أديني عملتلكوا الواجب، هتجيبولي إيه لما أنجح، أو حتى ليه ما فكرتونيش بامتحان الدراسات. وبعد شوية الأهل بيزهقوا وبيبتدوا يحاولوا يحمسوا الولاد بالوعود والمكافآت، وبعدين لما يلاقوها بطلت تجيب نتيجة يجربوا التهديد أو العقاب، شوية بالحرمان أو الزعيق أو الضرب أو الخصام، وأحيانا بقى بندمج الاتنين مع بعض فيظهر التهديد بنية التحميس. انت عمرك ما هتفلح، ابقى قابلني لو عرفت تشتغل أي حاجة لما تكبر. والحقيقة إن لو الحاجات دي بتشتغل ما كناش شفنا ولا تلميذ مش عامل واجباته، ولا واحد مقتنع إنه فاشل ومحبط وما عندهوش هدف وشايف إن قيمته بتتحدد بدرجاته بس، ولا كنا شفنا أم أو أب محبطين أو حاسين بالعجز قدام ولادهم ومشاكلهم الدراسية. ممكن نعمل إيه يساعد ولادنا ويساعدنا نقلل من المشكلة دي؟ الحوار والتركيز على الحلول. أول خطوة هتكون إنك تقعد مع ابنك وتوضح له أنت لاحظت إيه وطلبك إيه وهتقدر تساعده إزاي. أنا لاحظت إنك كتير بتأجل عمل الواجب لحد ما يجي وقت النوم، وده بيخليك تعبان ومش مركز. أقدر أساعدك إزاي علشان نحل المشكلة دي؟ مهم قوي هنا النية. أنا فعلا جاية أساعده، مش بخدعه عشان أنفذ خطة معينة في بالي، وبجد عايزاه هو يختار هيحل المشكلة بتاعته دي إزاي. الروتين مهم يكون في وقت ثابت للمذاكرة كل يوم. اشرك طفلك في اختياره واتفق معاه عليه، وكل ما كان البيت هادي في الوقت ده والمشتتات أقل، كل ما كان التركيز أسهل على الأولاد. خصص مكان ثابت للمذاكرة وسيب طفلك هو اللي يختاره ويرتبه، وساعده إنه يحط فيه الأدوات اللي بيحتاجها، ألوان، مقصات، أقلام، أوراق. ده بيساعده على التركيز وبيقلل الوقت الضايع في اللف في البيت والتدوير على الحاجات دي كل يوم. راعي احتياجات طفلك البدنية. ابنك محتاج لما يرجع من المدرسة يكون عنده وقت للأكل والراحة واللعب قبل المذاكرة. الوقت اللطيف ده بيساعده إنه يدخل على مذاكرته وهو متحمس ونشيط. نفتكر إنه نازل من البيت من الساعة 7 الصبح ومحتاج فاصل قبل ما يواصل. راعي سن الطفل وقدرته على التركيز. ممكن نعمل أوقات للراحة بين المهام المختلفة يكون فيها أنشطة خفيفة تساعد الطفل إنه يرجع يركز من تاني. الأنشطة دي ممكن هو يختارها بنفسه، ونراعي إنها ما تكونش حاجات مثيرة قوي عشان يعرف يسيبها ويرجع يكمل مذاكرته من تاني. فكري نفسك إن الواجب مسؤولية ابنك. عيشي حياتك عادي وقت الدراسة، خصصي وقت محدد ممكن تساعدي ابنك فيه وعرفيهوله من بدري. أنا ممكن أساعدك النهاردة ما بين الساعة 5 لحد الساعة 6، فقولي لو محتاج حاجة. لو جالك بعد الوقت المحدد ده اعتذريله بكل الحب، انت دلوقتي مش فاضية وإن هو هيحتاج يعتمد على نفسه في الموضوع ده. احنا هنا بنوريه إن واجباته وترتيب وقته مسؤوليته مش مسؤوليتنا. احسيبي ابنك يعمل لنفسه كل حاجة هو يقدر عليها، والكلام ده بيمشي على كل حاجة هو يعرف يعملها لنفسه، من أول تحضير اللانش بوكس لتحضيره للكتب وشنطة المدرسة وعمل الواجبات. ساعات بنكون فاكرين نفسنا بندلع ولادنا وبنساعدهم، واحنا في الحقيقة بنضيع عليهم فرص للشعور بالقدرة والثقة بالنفس. اوعي تقارني ابنك بأي حد تاني، ولا صاحبه ولا ابن خالته ولا حتى أخوه، ولا تسأله مين عمل ايه ولا جاب درجات قد ايه. الموضوع ده محبط وبيعمل ضغط على الأولاد، ده غير إنه كده كده بيبوظ علاقة الأولاد ببعض. المهم هنا إنه يشتغل على نفسه ويكون النهاردة اتعلم حاجة زيادة عن امبارح. محتاجين نراعي الفروق الفردية ونعرف قدرات أولادنا ونقبلها، ونعرف إنه كونه يطلع واثق في نفسه وفاهم إمكانياته وعارف يستغلها صح في المستقبل أهم من إنه يجيب درجة حلوة دلوقتي لأني أنا اللي بعمله الواجب، وتكون النتيجة إنسان مهزوز ومحبط ومقتنع إنه فاشل. نراعي أنماط التعلم المختلفة. مش كل الأولاد بتعرف تذاكر بنفس الطريقة، حتى الإخوات مش زي بعض.
منهم اللي بيفضل يسمع موسيقى وهو بيشتغل، منهم اللي بيحب يتحرك، منهم اللي بيفضل الهدوء. سيب ابنك يذاكر بالطريقة اللي تناسبه. اقبل الأخطاء. بدل ما نقعد جنبه ونصلح له الواجب في البيت، نسيبه يعتمد على نفسه ونشجعه انه يروح يسأل المدرس بتاعه لما يكون في حاجة مش فاهمها. بدل ما تزعق له عشان نسي يعمل الواجب، اسأله ايه اللي ممكن يساعدك تفتكر المرة الجاية. بدل ما تهزقه لما يجيب نمرة وحشة، ممكن برضو نسأله هو ايه اللي حصل، ايه اللي ممكن تعمله المرة الجاية عشان تعمل احسن من كده في الامتحان. عدم قبول الأخطاء ممكن يخلي الأولاد خايفين، منهم اللي بيرتبك جدا وقت الواجب أو الامتحان، ومنهم اللي ممكن يغش، ومنهم اللي بيحبط وبيفقد الثقة بنفسه تماما. خليك مؤمن بابنك وقدراته وبين له ده عشان تساعده يتعلم من غلطاته. وافتكري ان في حاجات اهم من الدرجات، مش لازم النتيجة تبقى مبهرة والمشاريع تطلع على مستوى مسابقات الجامعات، الأهم إنه يعملها بنفسه ويتعلم منها. لما بتعملي المشروع لابنك بتدي رسالة إنه مش بيعرف وإنك مش واثقة فيه، وبالتالي هو كمان هيبقى مش واثق في نفسه. ما نلعبش دور المنقذ. سيب ابنك يتحمل نتيجة أفعاله. لو يوم اتلكع وما عملش الواجب، ما تعملوش بداله ولا تفضل تلف وراه عشان يعمله. مفيش أي مانع إنه يروح المدرسة تاني يوم من غير الواجب وينقص شوية درجات. ولما يرجع من المدرسة زعلان، تعاطف معاه من غير ما تديله محاضرات، هو بالفعل شاف نتيجة تصرفه ومش محتاج حد يوريها. أحيانا ابنك بيكون فعلا محتاج مساعدة إضافية. لو انت مش هتقدر تعمل ده وانت محافظ على علاقتك بيه، ممكن تستعين بمدرس خاص أو مجموعات للتقوية. هتعرف ده لما تلاقي ابنك بيسأل كتير وفعلا مش فاهم الدروس بتاعته ومش عارف يحل التدريبات المطلوبة منه. اتكلمنا النهاردة عن الواجبات وازاي ممكن نخلي التعامل معاها أسهل شوية، وقلنا إنها مسؤولية أولادنا مش مسؤوليتنا إحنا، وإنه مفيش مشكلة إنهم ينقصوا كام درجة في سبيل إنهم يتعلموا دروس مهمة لحياتهم كلها. التحدي هنا إننا بجد بنكون خايفين عليهم، وعلشان نعرف نهدي نفسنا شوية محتاجين نفتكر إنه دي فرصتهم إنهم يتعلموا يفكروا ويتصرفوا، وكمان إنهم يكتشفوا إن الأخطاء هي في حقيقتها فرص رائعة للتعلم. ونفكر نفسنا إنهم كده هيتعلموا كمان مهارات لحل المشكلات، وده بيزود ثقتهم بنفسهم ويخليهم أقدر على التعامل مع المشاكل الحياة المختلفة. بيأكد لهم كمان إننا موجودين دايما، سند ودعم وعامل مساعد وراهم وفي ظهرهم، مش قدامهم ولا واخدين مكانهم في الحياة.